العصر الطباشيري كان مولع حرفيا، براكين كانت بتشتغل ورا بعض خاصة في المناطق اللي فيها صفايح بتغوص تحت بعضيها، ودي بنسميها السبدكشن زونز. الرماد البركاني كان بيغطي مساحات، والغازات كانت بتطلع للغلاف الجوي وبتأثر على المناخ. إنما هنا بقى يجي السؤال المهم، هل النشاط البركاني كان السبب الأساسي في التغييرات المناخية اللي حصلت وقتها؟ في دراسات بتقول أيوه، وتربط بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البراكين وارتفاع درجات الحرارة في العصر ده. بس على الناحية التانية في علماء بيقولوا إن التأثير ده كان مبالغ فيه، وإنه كان في عوامل تانية زي مستوى سطح البحر وتوزيع القارات هم اللي لعبوا دور أكبر في المناخ. المهم الأرض كانت في حالة ريفريش، بتكون تضاريس جديدة وبتعيد ترتيب شكلها، ولما الأرض بتتحرك كده ده معناه إن حاجة كبيرة كانت بتحصل. خلونا نرجع بالزمن شوية وتفتكروا لما القارات كانت زمان كلها ملزوقة في بعض. دي كانت القارة الكوسموبلجية، كل الأرض تقريبا متجمعة كأنها عزومة كبيرة بس من غير تفاهم. ولما الأمور اتعقدت بنجية قررت تنهي العلاقة وتنفصل. التفكك الكبير ده هو اللي أدى لتكون المحيط الأطلنطي، الأتلانتيك أوشن. إزاي حصل الكلام ده؟ الصفائح التكتونية بدأت تتحرك وتتشقق، وده أدى لظهور صدع وسط المحيط الميد أتلانتيك ريدج، ومن هنا بدأت المية تدخل وتفصل بين اللي كانوا زمان إخوات، أمريكا من ناحية وأوروبا وأفريقيا من ناحية تانية. المحيط الأطلنطي بدأ صغير ضيق كأنك بتفتح سوستة جاكيت، لكن مع الوقت وسع وبدأ يبقى شكله زي ما احنا شايفينه النهارده.